بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايبه لكم وصفه النهارده، وصفه طبيعيه جدا وكل مكوناتها موجوده في البيت للي بيعاني من قشره الشعر. اغلبنا بيعاني من قشره الشعر، وطبعا ممكن يكون سبب وجود قشره الشعر مرض جلدي او نقص فيتامينات زي الزنك او فيتامين بي 12. ولان فيتامين بي 12 موجود فيه مزيج من الفيتامينات الضرورية للجسم كله، كمان مش للشعر بس، لاحتوائه على 8 فيتامينات: فيتامين بي ألف، وفيتامين بي 2، وفيتامين بي 3، وفيتامين بي 5، وبي 6، وبي 7، وبي 9، وفيتامين بي 12. ومن فوائد بي 12 ان هو بيحد من ظهور القشرة، وبيحسن تدفق الدم في فروة الرأس، وكمان بيوفر المغذيات الضرورية لصحة ونمو الشعر. وممكن كمان ما يكونش نقص فيتامينات ولا حاجة، ممكن يكون مثلا سبب لبس الايس كاب او القبعات او اغطية الشعر. طبعا هتزيد افرازات العرق في فروة الشعر، ويزيد مشكلة دهنية بتسبب القشرة، فده ممكن يكون سبب من الاسباب. تعالوا بقى زي ما احنا متعودين نخش على الوصفة، نسمي بالرحمن ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. الوصفة اللي معانا النهاردة هي الثوم والخل. طبعا من فوائد الخل ان هو بيمنع نمو الخميرة والبكتيريا والفطريات في فروة الشعر. ومن فوائد الثوم ان هو بيغذي الشعر ويقوي بصيلاته وبيمنع التساقط، وبيساعد في انباته، وبيعالج كمان فروة الرأس من تراكم الدهون، وبيحمي فروة الرأس من العدوى الميكروبية، وبيساعد في تحفيز الدورة الدموية. نبدأ بقى، عشان انا شكلي كده طولت عليكم، هنبدأ في تحضير الوصفة. احنا هنعمل ايه؟ هضرب الخل والثوم في الخلاط، همزجهم مع بعض وهرجع لكم تاني. ورجعت لكم بعد ما ضربت الثوم والخل في الخلاط، بس عشان اكون صادقه معاكم انا جيت اضربه في الخلاط ما الثوم ما تقطعش، فرحت فرمه الثوم الاول وبعد كده ضربتهم الاتنين تاني في الخلاط. بس انا قلت اعرفكم عشان برضو لو حد جه يعمله ما يقولش بقى انتوا بتعملوا وصفه وخلاص، قلت اقول لكم على اللي حصل معايا. وعايزه اقول لكم كمان اللي عنده حساسيه من الثوم ولا عنده حساسيه من الخل يا ريت ما يستخدمش الوصفه. ممكن على فكره تستخدمي الخل لوحده لو انت عندك حساسيه من الثوم، ولو انت عندك حساسيه من الخل ممكن تستخدمي الثوم لوحده. هتضربيه مع شويه ميه، هتضربي الثوم مع شويه ميه. ولو الخل عندك مركز، يا ريت تخفيه بشويه ميه عشان ما يبقاش تقيل على فروه الراس ويعمل لك حكه او احمرار او طفح جلدي. طبعا عايزه اقول لكم على حاجه، ان انت من كتر ما بيبقى فيه حكه في الشعر او هرش في الشعر، طبعا ده بيعمل تساقط للشعر. لازم تبقى عارفه معلومه زي كده، ان تساقط الشعر في وجود القشره بيعمل تساقط. فان شاء الله باذن الله الوصفه دي هتجيب معاك نتيجه هايله 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 فوق الممتازه. كمان انا عامله الكميه البسيطه ديت، انت ممكن تزودي الكميه، انا عاملاها على قد بس استخدام ابني لانه عنده قشره في فروه راسه ومضايقاه، لانه ما بيبطلش حك في شعره ومبقاش طايق فعلا من كتر ما هو، اقول لكم لدرجه ان هو عايز يقطع فروه راسه من كتر الهرش اللي هو بيهرشه او الحكه اللي موجوده في شعره. اول حاجه هنصفيها بالمصفى. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. طبعا مش هينفع ان احنا نسيب الثوم موجود لو انت عايزه تسيبيه يومين اتنين بس، هو كده كده خلاص نزلت الخلاصه والفايده اللي فيه. لو انت عايزه تسيبيه يومين اتنين مع الخل على ما ينقع شويه ويبقى يعني تستفيدي منه اكتر، مفيش مشكله. وانا بصفيه لان طبعا مش هينفع ان احنا نحطه في البخاخ، لان هيسد البخاخ، مش هيبخ معاكي. لو انت عندك بقى اي بخاخه سواء كانت بيرفين او اي ازازه كحول مثلا، اغسليها كويس وتكون ناشفه، وهنعبي فيها الوصفه بتاعتنا. وزي ما قلت لك لو انت عندك حساسيه من الثوم او من الخل فما تستخدميش الوصفه. انا بقول لكم اهو عشان ما حدش يرجع يقول ان هو حصل لي طفح جلدي او الوصفه بوظت لي شعري، فانا قلت برضو بعرفكم كل حاجه.
وزي ما قلت لك لو انتوا شعركم طويل هتزودي الكميه، وزي ما قلت لكم انا عاملاها على قد بس ايه، على قد ابني، يعني الكميه مش مضاعفاها ولا حاجه، هي دوبك على قد. لو انا كل يوم هعمل المقدار ده يعني اعمله اول باول هيبقى افضل. هتستخدميها ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هتحطيها على شعرك قبل هتستخدميها بقى ازاي؟ هتبخي منها على فروة الراس، هتبخي منها على فروة راسك كلها، هتغرقيها. وبعد كده هتمسكي شعرك تدلكيه كده برفق مش بضوافرك، عشان ايه؟ عشان ما تأذيش فروة راسك. زي ما انتوا شايفين اهو، اوريكي بيشتغل اهو ازاي اهو، سهل خالص اهو. مش عارفه بقى هو باين لكم ولا ايه. المهم يعني انت هتستخدميه قبل الشاور بتاعك، هتحطيه على شعرك بنص، قبل الشاور بتاعك بنص ساعه، هتسيبيه على شعرك نص ساعه. بعد النص ساعه، وطبعا زي ما قلت لك هتدلكيه كويس عشان تشرب كويس ويجيب نتيجه. هيقولك هيجيب نتيجه هايله، مش هتبقي مصدقه نفسك من النتيجه بتاعته. وبعد كده هتسيبيه نص ساعه وتدخلي تاخدي الشاور بتاعك عادي، وتغسلي شعرك بشامبو وبلسم عشان الريحه. وممكن كمان تحط معلقه بن على الشامبو بتاعك، هتغسلي بيه شعرك كويس، مش هيبقى فيه اي ريحه خالص ولا اي حاجه. وان شاء الله هتعملي الوصفه دي 3 ايام. وبعد ال3 ايام لو انت لقيتي فيه قشره تاني ممكن تكرري الوصفه، بس ان شاء الله هو من اول مره هيجيب معاكي نتيجه. وان شاء الله الوصفه هتعجبكم. ومتنسوش بقى تقولي لي في الكومنتات الوصفه عملت معاكم ايه، ولا كانت النتيجه ايه. ومتنسونيش بقى في لايك وشير وسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.